رحلتنا النهارده فيلم رعب، اتعس حاجه كانت ممكن تحصل لاي بني ادم في حياته. في نص القرن ال 19 كان اللي يقرر يعمل عمليه كان كانه بيعجل بموته. تقول عليا بأوفر؟ اقول لك لا يا عم مش بأوفر. تخيل يا عم الدنيا لو انا عندي مشكله وقمت رايح لدكتور وقلت له لو سمحت يا دكتور انا عندي مشكله مبوظه لي حياتي كلها، احنا عايزين نشيل اللوز. يرد عليا الدكتور ويقول لي ماله يا ابني نشيل اللوز، ميعاد عمليتك بكره ان شاء الله الساعه 12. المهم تاني يوم رحت قبل ميعاد العمليه بساعتين، وهوب جه وقت العمليه وفجاه لقيت نفسي جوه اوضه العمليات وفي حوالي 4 مساعدين حواليا والدكتور لقيته داخل عليا وهوب هيبدا العمليه. رحت مصرخ في وشه قلت له دكتور هو مفيش بنج يا دكتور؟ راح قال لي البنج اللي عندنا خلص وهنضطر نشتغل على الناشف كده. فاكر فيلم الرعب اللي لسه حكي لك عنه من شويه؟ فجاه اتحولت عمليه بسيطه لفيلم رعب وانا البطل اللي فيها. هو ده بالظبط اللي كان بيحصل زمان. دلوقتي بقى اي عمليه سواء كبيره او صغيره بقى في حاجه اسمها مخدر اللي بتركب البني ادم القطر ويوصل للالا لاند. طب زمان بقى قبل ما يكتشفوا الحاجات اللي ليها تاثير المخدر ده كان ايه اللي بيحصل بقى؟ هو ده فيلم الرعب اللي انا جاي احكي لك عنه النهارده. يلا بينا. الى كل من يهم الامر من جوه مملكه البهريز ببعت لكم السلام ويا مساء العسليه عليكم وحلقه جديده وبهريز جديد. لو الفيديو ده وصل لك انزل نعنش لي بلايك حلو، ولو لسه مش مشترك في القناه انزل اعمل اشتراك او دوس على سبسكرايب علشان تبقى ممبر في مملكه البهريز. تخيل معايا زمان ايه اللي كان بيحصل. تعال بقى معايا كده اما نعيش الجو زمان كان عامل ازاي واوضه العمليات كان شكلها عامل ازاي. بالمناسبه الجميله دي كان اسمه مسرح العمليات. لو حضرتك رحت لندن ربنا يوعدنا يعني هتلاقي هناك متحف غريب شويه، هتلاقي هناك متحف اسمه مسرح العمليات. تخش جوه المتحف ده تلاقي حاجات غريبه فعلا كانوا بيعملوا بيها عمليات، زي مثلا سكاكين تلاقي، مناشير تلاقي. تعالى بقى مرعبك شويه. كان الشخص اللي هيعمل العمليه كان بيتكتف من المساعدين بتوع الدكتور في نص المسرح. كان حواليه مدرجات بيقف فيها حوالي من 100 ل 150 بني ادم عشان يتعلموا من الدكتور اللي هيعمل العمليه دي. تخيل معايا واحد متكتف وعمال يصرخ وحواليه 3 4 مكتفينه وحواليه 100 او 150 بني ادم عمالين يتفرجوا عليه، وفجاه بقى يخش الدكتور اللي هيعمل العمليه. الدكاتره دول بقى كانوا بيقولوا عليهم جزارين. الدكتور ده كان عليه انه يتجاهل كل الاكشن اللي بيحصل ده كله، وكل اللي عليه انه مثلا يقطع حته من رجل المريض. اللقطه فين بقى؟ ان المريض كان بيحضر العمليه لايف من غير اي مخدر. طب تعالى بقى اما احكي لك على شويه قصص كده مشوقه في السريع. يمكن من اشهر الدكاتره زمان كان الدكتور روبرت ليستن، وهو ده الدكتور ان لو كان اي حد بيفضل انه يعمل عمليه بيفضل انه يروح عند الدكتور ده. ليه بقى؟ مش بس عشان هو شاطر انما عشان كان سريع قوي. وصل لمرحله انه ممكن يعمل عمليه بتر للرجلين في حوالي 25 ثانيه. عالمي. وطبعا ده بالنسبه للشخص اللي كان هيعمل العمليه برنس هيخلصه بسرعه طبعا. في الحقيقه دكتور روبرت ليستن كان ليه رقم مميز بس غريب شويتين كده. هو صاحب رقم ال 300% معدل وفاه في عمليه واحده. كان بيعمل عمليه بتر الرجل لمريض عنده، ووسط ما هو شغال قطع صوابع المساعد بتاعه، والمساعد التاني مات من الصدمه. التلاتة ماتوا من عمليه اتعملت لشخص واحد. مش بقولك كان سريع قوي في الوقت ده. فكره ان عمليه تتعمل من غير مخدر طبعا قبل اكتشافه كانت فكره حزينه جدا. كان على المريض انه يسلم نفسه لوحش اللي هو الدكتور، والدكتور ده كان لازم يسيب مشاعره في البيت وهو رايح يعمل العمليه. لازم الدكتور ده كان يخش رايق كده ملهوش دعوه ايه اللي هيحصل بقى. المريض هيرفص، المريض هيعمل، حتى لو كان في مساعدين ماسكينه لازم يتجاهل كل ده ويعمل عمليته بسرعه. فالموضوع زمان كان فعلا صعب قوي. وكل الحفله اللي احنا بنتكلم فيها دي كانت في فترة ما قبل التخدير أثناء العمليات. وفي الحلقة اللي جاية هنتكلم على مراحل اكتشاف التخدير أثناء العمليات اللي بالمناسبة أخدت سنين عقبال ما يوصلوا للي احنا وصلنا له لحد دلوقتي. اوعى تفوت الحلقة الجاية عشان فيها بهريز حلو قوي. بس كده، لو الحلقة دي عجبتك انزل نعنش لي بلايك حلو واستنوني في بهريز جديد من مملكة البهاريز.